مرحبا يا شباب، الله يسعدكم ويسعد مساكم. اليوم جايبين لكم فيديو مثل ما وعدتكم بالفيديو السابق اني راح اسرد لكم احداث القصة حقيقية جرت لشخص ارسل لي احداث القصة كاملة، وحتى صور لي مشاهد من احداث القصة. طبعا راح اوريكم بعض المشاهد او اوريكم الحاجة او البير اللي هو طاحبه، وجرت عليه احداث أليمة جدا داخل هذا البير. واتمنى اني اعطيكم الاحداث يعني ان شاء الله تكون قريبة من التفاصيل اللي ذكرها لي، بحيث انها تكون واضحة لكم. انا سمعت القصة كاملة، وهو احداثها يقول كثيرة مرة، وما ذكر لي كامل التفاصيل، لكن ذكر لي بعض الاحداث بحيث اني اقدر الخص لكم. فخلونا نبدأ مع قصة بندر. طبعا خوينا بندر هذا جرى مع موقف مثل ما قلت لكم، موقف صعب لا يحسد عليه مرة، وكان بينه وبين الموت زي ما نقول حنا لحظات بسيطة، يعني ناس شافوا الموت. فبعطيكم التفاصيل. يقول في يوم من الايام كنت رايح للمزرعة، مزرعة اهله، وكنت رايح بخلص لي الشغلة، فجيت عند البير. طبعا البير كبير مرة، وكان بجنب البير اللي هو القمع اللي هو هذا اللي انتم تشوفون. القمع هذا كانوا يثبتون به الحبل، يحطون به الحبل من منطقة داخله، فعشان يكون القمع ثقيل فلازم يعبى بماء. فوش سوى بندر؟ راح وشغل الغطاس، شغل الغطاس مشان يعبي القمع هذا وينزل الحبل داخل البير. الحبل كان طويل مرة، ومثل ما تشوفون بالتفاصيل هنا كان في حديدة داخلة بين البير. طبعا البير يجي بالشكل هذا، والحديدة من الطرف هذا، والقمع هنا اللي هو الأحمر اللي قلت لكم قبل شوي عليه. والحبل كان ممدود لين الطرف الثاني من البير، وكان طويل مرة. فيقول بندر، يقول أنا عقب ما عبيت القمع، طبعا بندر كان يقول ما عمره طشيت ثوب إلا هذاك اليوم. طش ثوبه ليه؟ كان عندهم زواج ويبغى يحضر الزواج هذا، فطش الثوب وراح للسيارة جاب له جركن ماء يبغى يشرب ماء. فيقول جلست على الطرف الثاني من البير. طبعا البير مثل ما قلت لكم جاي بالشكل هذا، القمع هنا وبندر جلس هنا، والحبل كان ممدود بالنص. الحبل كان من الجهة الثانية. فجلس بندر على طرف البير. يقول له وانا جالس اغسل نفس الجركن اللي جبت هذه، سمعت صوت وحيف. تعرفون انتم زي صوت وحيف الثعبان اللي هي ام جنيب، صوت شيء تحرك عندي قريب. يقول التفت الا هو الحبل. يقول ما ادري شلون زلقت، وبنفس الوقت كان معي الحبل ملتوي علي، وانا طيح طحت بالبير والحبل معي. فلما طحت ولتوا علي الحبل سحب اللي هو القمع اللي فوق، فطحنا. القمع طاح من الطرف هذا من الحديدة، وانا طحت من الطرف هذا. فظلينا نتمرجح داخل البير. فرفعت راسي فشفت اللي هو القمع، وكان الحبل ملتف على رقبتي وملتف على جسمي قوة، يعني يبي يقطعن، وبنفس الوقت شنق الحبل. فكان همي اول شيء اني افك الحبل عن رقبتي، كان قوي مره. وبنفس الوقت القمع الحمد لله اني ما عبيته فل، كنت معبيه يعني تقريبا النص، لاني لو عبيته فل يعني وزنه ثقيل مره. فلما اسحبها مثل ما قلت لكم تحت، طاح معي القمع وطحنا كلنا نتلولح بنفس البير بالمنطقه هذه اللي هو صور. طبعا البير من تحت اللي هو ظلمه، ما تقدر تشوف شيء وليل، لكن من اطراف البير تقريبا حد المنتصف. والبير هذا تقريبا طوله يقول حدود 30 متر. فلما طاح بندر وبنفس الوقت معه اللي هو اللي قلت لكم عليه القمع، يقول بعد ما فكيت الحبل عن رقبتي طلعته، فكان القمع قريب مني، وبنفس الوقت كان ملتف على جسمي، وبنفس الوقت كان يقطع جلد جسمي. ليه؟ لأنه كان ملتوي مرة علي، وكان يقطع جسمي قطع، فبعض جلدي تمزق وبدأ الدم يطلع. فيقول بندر بعد ما فكيت الحبل عن رقبتي عشان ما يشنقن هذا الحبل، سحبت روحي لين القمع وقدرت اني افك الممنوع. وبنفس الوقت ترى الوجع قوي مره، فلما كان يعني الحبل ملتف على جسمي كان يوجع مره، فقدرت اني افك القمع وافضي الممنوع. وبنفس الوقت حاولت اني انزل من الحبل هذا، فقلت ما عندي مشكله اني لو اطيح بالارض، يعني ما عندي مشكله تجيني اصابات بسيطه، بس اهم شيء ما يقطع الحبل بالشكل هذا. يقول الوجع مره قوي، يعني ارحم لي اني اطيح تحت ارحم من ان الحبل يسوي بي بالشكل هذا بالوجع هذا. فيقول فعلا قدرت اني اطيح وافك روحي من الحبل، فطاح بعد القمع. فمثل ما قلت لكم الحبل كان ملتوي من فوق من نفس الحديدة هذه، وكان الحبل يصل لين القاع، ونفس الوقت القمع عندي. فيقول لما طحت بالقاع كان ما بحيل ابدا، لاني طولت. يقول الفترة اللي كنت بالمزرعة تقريبا بعد الظهر، فنفس الفترة اللي كان مربوط به بندر كانت فترة طويلة، لين قدر انه يفك روحه وطاح تحت. طبعا لما طاح تحت والقمع طاح معه بعد ما فرغه، بندر يقول أنا ما قدرت لا أصوت ولا أسوي أي شيء، كله وجع بوجع.
فاجي بصوت يقول والله اني ماني قادر ولا اعرف وش المشكله، حتى يقول لما طحت عقب التعب هذا يقول والله يفيني عطش، يقول قسما بالله العظيم ابي بس سلمى. يقول بنفس الوقت ظلام، يعني تحت ما اقدر اشوف شيء، ظلمه. يقول واخذ فتره وبنفس الوقت الوجع، احس بروحي وجع مره قوي. فبديت اتحسس بالبير من داخل تلمسه. طبعا البير مثل ما قلت لكم انه تقريبا طوله 30 متر تقريبا كذا. البير يجي شكله كذا منحني من تحت، يعني بالنص يكون الماء وعلى الاطراف زي ما نقول الطين وكذا. فكان بدر يزيح روحه يم جهه الطين، فكان ثابت بالمنطقه هذه، ونفس الوقت يكون الماء بالنص. طبعا بدر ما قدر يشرب ماء من نفس البير، ليه؟ يقول البير وسخ مره، بها خنافس وانتم كرامه وبها حاجه ثانيه، وطعمها اللي هو ما ادري شلون اوصف لكم، طعم البرتسه يعني مره ما ينشرب نهائيا، الماء وسخ مره. فيقول بين ما كنت اتحسس بنفس الفيل حصلت لي علبه قديمه مقروطه بالبير، علبه ماء قديمه مره. فيقول اخذت على طول وشربت منه، فكان طعمها والله العظيم ان البير ارحم منه. يقول طعمها مره ما يصلح، فاتفلت الماء اللي انا شربته، كانت مالحه مره وحامضه ونهائيا ما تنشرب. فيقول ما ادري ايش اسوي، بدا العصر يميل وانا على الحاله لا اقدر انادي، والوجع مره قوي لدرجه ان جسمي ما اقدر احركه. فيقول ظليت بهذا الحال، بعد فكيت اللي هو الفنيل اللي علي فغطيته بالبير، اغطه بماء البير. فوش سوي؟ امسكه وعصره واحاول اذوق من الماء، اذوق بحيث انها تعمل زي التصفيه. فيقول مره الطريقه هذه ما نجحت معي نهائيا، فكان علي فقط السروال. طبعا يقول حاولت اكثر من طريقه بالشكل هذا اني اشرب ماء، ما قدرت. الماء اللي بداخل البير مثل ما قلت لكم غير صالح للشرب نهائيا، ابد يذبحن اسرع من اني ادور ماء ثاني. يقول بندر انا اشوف ان الوقت راح، يعني تعدينا العصر وقريبين من المغرب، وكنت احاول اني اشرب ماء بنفس الطريقه اللي قلت لكم اللي هي غطى الفنيله واذوق الماء، فكانت مره ما تنفع نهائيا الطريقه هذه. فجت ببالي فكره، هي اللي هي على قولتهم اللي هي اموت يا حياه، اني ارقى مع نفس الحبل عكس، بي اوجاع كثيره وجسمي ما يساعدن ابدا اني اقدر اغامر المغامره هذه وارقى تقريبا 30 متر فوق عشان اطلع. فوش سويت؟ يقول اخذت بالعلبه اللي معي هذه وكنت اعبي القمع اللي طاح عندي، كنت اعبيه ماء عشان يثقل وارقع على نفس الحبل، والقمع بنفس الوقت يثبت الحبل عشان ارقع عليه. فيقول عبيت القمع، فقلت هذه المغامره الوحيده اللي يا ارقى يا ابليا. ففعلا بندر قدر انه يرقى الحبل هذا ويرقى يقول لين وصلت تقريبا 15 متر. يقول والله تعبت مره ما فيني حيل ابدا. فيقول كنت مثبت روحي وراعي تحت الارض بعيده تحت وبنفس الوقت بعيده فوق، يعني بنص البير تقريبا. يقول ما لي قدره اني اطلع. فيقول سويت حاولت اني انزل، يعني عقب ما فترت خلاص تعبت حاولت اني انزل، لكن ما قدرت اني انزل شوي. ليه؟ لان لما تعبت نزلت قوه، فبنفس الوقت يدي من هنا تجرحان. فلما طحت تحت بالبير يقول عرفت خلاص ان يدي هذول ما يقدرون يشيلنا مره ثانيه، اغامر مغامره ثانيه عشان اطلع. فعرفت اني خلاص مستقر اليوم هنا بالبير، فالله اعلم كم يوم راح اجلس هنا. فيقول كنت فاقد للامل، وكنت ادعي واذكر الله كثير، كنت ادعي وسبح وهلل واذكر الله وادعي الله ان الله يرزقنا بلي واحد يسعفن. يقول سبحان الله تذكرت لما كنت بالبير، تذكرت الشخص اللي طاح بالبير بمزاحميه، وانتم تعرفون قصه الشخص هذا. طبعا الشخص هذا كان بوقت مطر، واسمه بدر على ما اعتقد. كان بوقت مطر وغرزت سيارته وكان ما فيه شبكه، طبعا بالمزاحميه. يقول راح يبي يرقى له فيه جنبه تل، يبي يرقى التل هذا عشان غدا الشبكه تلقط، ووقت مطر. فلما رقى التل هذا يقول سبحان الله زلق، وبنفس الوقت زلق وطاح داخل البير هذا. فيقول ما وعى نهائيا الشخص لما طاح داخل البير. يقول قاعد من بكره سمع صوت العصافير وصوت اللي هي داخل البير، فظل يصيح ويصارخ وينادي ما حد جاءه. فسبحان الله يقول سمع صوت شخص برا وظل يصارخ. الشخص هذا كان معه وانتم كرامه اللي هو السلوقي. فجو طبعا مثلوا المشهد، ويمكن احط لكم تمثيل من المشهد هذا. فجو سمع الشخص ينادي داخل البير، ينخرع الشخص اللي جاء يفزع له. فلما ناداه وقال انت جن ولا انس؟ قال انا انس وابغاك تدق على الدفاع المدني يفزعون لي ويطلعونه من البير. وفعلا الحمد لله طلع من البير هالشخص هذاك. فيقول بندر كنت بنفس اللحظه هذه كنت اتذكر سالفه الشخص هذا، وكنت ادعي واقول يا الله انك ترزقن لو بشخص من برا اللي هو القبيله او الشخص يجي من برا الديره كله ويلقانا بالبير هذا ويفزع لي. طبعا بندر يقول
السيارة أنا كنت يعني ما هي واضحة بالمزرعة، كنت حاطة مكان ثاني، وبنفس الوقت كنت عارف إن ما حد يجي اليوم هذا ولا اليوم الثاني ولا يمكن حتى اليوم الثالث، كلهم مشغولين بالزواج، وبنفس الوقت ما حد جاي للمزرعة. وأنا معود أنا أهلي إني إذا طلعت ما أبلغهم ولا أي شيء، كنت أطلع على طول، وكانوا يعرفون يجي يمكن بعد 4 أيام 3 أيام. الثلاث الأيام هذه ولا 4 أيام كفيلة إنه يعني يموت به الشخص. وكنت أنا عارف إني من طحت وأنا عطشان، يعني ما من ماء نهائيا، من طحت بالبير وأنا حالتي حالة. فكنت أثبت مكاني وأحاول أهدي وضعي وأدعي وأذكر الله. وكان الخوف يعني اللي يملك الشخص مثل ما قلت لكم، الخوف يملكك خلاص أعوذ بالله يهد حيلك هد. فيقول لما شفت أن الشمس بدأت تغيب ألاحظه بالبير من فوق، أشوف البير يعني الضوء يكون بس على أطرافه من فوق، يقول عرفت أن الشمس قربت تغيب، فبدأت أتحسس بالبير من داخل، فتلمس على جوانب البير، فلمست لي حاجة لينة، يقول جسم لين، يقول ما أدري وش هي. يقول لما لمسته تحرك الشيء اللين هذا، يقول أن الخوف كش جسمي، يقول عرفت أن الشيء هذا اللي هو ثعبان، اللي هو الداب طبعا الثعبان. يقول نزحت عنه على طول وثبت محلي، عرفت أني داخل البير هنا ومعي بنفس الوقت ثعبان. يقول بنفس الوقت كنت أشوف البير من فوق، خلاص غابت الشمس اتقت غابة، ما أشوف شيء نهائيا. فما أعرف كم الوقت وأنا أحاول وادعي الله يا رب ترزقني بأحد إنه يجي يفزع لي. وبنفس الوقت يقول بعد ما شربت الماء قدرت إني أصيح ونادي، صرخت يقول عرفت إن ما في أحد، فلا أجهد نفسي وضيع الوقت، خلى المحل ثابت، يمكن لما أسمع صوت شخص قريب من هنا أنادي بكل حيلي عسى يسمع. يقول كنت ثابت محلي مثل ما قلت لكم، فظليت فترة طويلة أدعي، يقول لدرجة إني ما صرت أعرف الوقت كم، وبنفس الوقت حيلي راح. يقول فلمحت بس ما فوق نجم أثريا، طبعا النجم أثريا له تقريبا 7 نجمات بجنب بعضهن. يقول لمحت بمنتصف السماء فوق، مع نفس طلعة اللي هو فتحة البير. عرفت إني بمنتصف الليل، يعني بنص الليل، وأنا ماني عارف وشلون، حتى النوم يقول أعوذ بالله عيل يجينا. يقول فتقبلت أمر الواقع وكنت راعي وادعي، فجلست يقول ريحت، وبنفس الوقت أدعي واذكر الله إن الله يساعدنا وينجينا من الموقف اللي نبوه. يقول بندر، يقول عقب ما قعدت اليوم الثاني، يقول سبحان الله قعدت على صوت واحد يرمي داخل المزرعة معه سلاح وكان يتصيد. يقول استأنست على طول، قمت وجمعت روحي وقمت أنادي صوته. يقول صوت له يا فلان يا علان أنا داخل البير. يقول أسمع صوته جاء قرب، كل ما يقرب يقول يطلق الطلقة الثانية. يقول أنا مستانس، كل ما يرمي أسمع صوته قرب، قلت يا ربي لك الحمد هذا الفرج بإذن الله. يقول وصوت كل حيلي، قد يمكن ينزل ياخذ الصيدة يسمعا بالبير ويجي يقرب للبير ويشوفه. يقول أطلق الطلقة الثالثة، وبنفس الوقت الطلقة كانت قريبة وكنت مستانس يعني قرب لي الرجال. يقول لا، وسمعت صوت الموتر بعد خلاص عند البير، صوت الموتر قريب. يقول أطيح كل حيلي، كل ما أعطاني ربي من صوت أصيح به يا فلان يا علان، خلاص يقول أبد خلاص الحين يقدر يسمع. يقول فجأة إلا صوت السيارة أبعد شوي. يقول وصوت. يقول والله العظيم يا كمية الإحباط لو حسيتوا به لما أبعدت السيارة عني وما صرت أقدر أسمع صوتها أبدا. يقول لما أقفت، يقول والله يا جاني إحباط، أقسم بالله أن الإحباط هذا يقول قتلني بمحلي. يقول سيف كان الأمل قبل شوي عندي فجأة راح عني الأمل. فيقول لما مشى راعي الجيب لمحت الداب اللي يمس، طبعا الداب يقول كان يتحرك يمين ويسار عندي، فأشغل الداب هذا. بنفس الوقت كنت ما به يشغلني زيادة أكثر من كذا، فيقول أخذت خشبة وضربته وذبحت الداب هذا عشان أرتاح منه مرة واحدة. طبعا يقول بندر، يقول أنا ذبحت الداب من الجهة هذه من البير وأنا جالس من الجهة هذه. فيقول أسندت ظهري على قاع البير وظليت جالس. فيقول قريب الظهر فجأة كذا من العدم يقول أسمع صوت عمالة أجنبية، يقول داب ينادي واحد جنبه يقول داب. طبعا بندر بعد ما سمع العامل اللي ينادي هذا، يقول طلعت على طول تبينت له، يقول عرفت أنا العامل هذا إنه يشتغل بأحد المزارع القريبة من مزرعتنا. فيقول ظليت أشير له بيدي ما به يروح، فكان العامل يشتري على نفس الداب، ويوم شافن يحسبني نازل عشان أذبح الداب. يقول أنا ما بصوت أبدا كنت أشتر له وأقول له بس اثبت خلك هنا وأشتر له بيدي. يقول فجمعت روحي وقلت له عطن الماء، تخبرون الماء اللي كان بجنب البير اللي يمسكه بدر عشان يغسل به، قالوا عطني إياه. قال وين؟ قال بجنب البير عندك. يقول فأخذ الماء وكان بيربط العامل. يقول أنا قلت ارموا على طول لا تربط بس طشوا لي تحت. طبعا مسافة البير تقريبا 30 متر.
يقول لما طش الماء العامل هذا الماء انفضخ على طول، طاح وانفضخ. فيقول على طول انا رحت يمه وكنت اخذ بيدي واشرب، اخذ بيدي واشرب، لين قدرت اني الين حلقي وبنفس الوقت اجيب صوتي واناديه. يقول قلت له دق على كفيلك وخلوا يدق على فلان. يقول العامل ما يفهم، لكن قلت له دق على كفيلك بس انت. فلما دق على كفيله قلت دق سبيكر، يقول يا الله اسمع صوت كفيله. وبنفس الوقت اقول له يا ابو فلان دق لي على فلان وفلان خلهم يجون، اعلمهم اني طايح بالبير من امس الظهر، خلهم يجون يجيبون معهم ماء. وفعلا دق كفيل العامل هذا على الاشخاص اللي وصاه بندر عليهم. يقول جو قرابتي ولما شافونا داخل البير وحالتي حاله، يقول انا قلت لهم اقطعوا على الحبل عشان تسحبونه وتطلعونه. يقول لما شافوا قال خلك انتظر شوي. يقول الحالة أنا كنت به تحت، يقول كانت صورة خلفية جدا للإعلام، شخص طايح بالبير من أمس وحالته حالة، يقول كل طين مرة، يقول مدفون ومطلع. فيقول لما شافونا بالحالة هذه ما قدروا انهم يربطونه ويسحبونه، خافوا علي زيادة، فجابوا لهم كرسي وربطوا الكرسي هذا ونزلوه علي، فقالوا اجلس انت على الكرسي وفي الوقت تجود بالحبل وحنا نسحبك. وكانوا برضو بيدقون على الدفاع المدني. فيقول قلت لهم لا يكفي انت طلعونا بس من هنا وانا اشوف حالي اذا بي اصابه ولا لا. يقول بعد ربطوا الكرسي بالحبل ونزلوه لي تحت، ليه؟ عشان اجلس على الكرسي بنفس الوقت يسحبونه. فيقول بندر بعد ما طلعونا من البير يقول والله اني ما علمتهم باي تفاصيل ولا اي شيء، يقول حتى اني نسيت اعوذ بالله اسلم عليهم. يقول بس قلت لهم اني طايح بالبير من امس والحمد لله. يقول ركبت السياره ورحت مع واحد، فيقول الحمد لله رحت للبيت، يقول ما بقلبي الا امي لان امي هي اللي تفقده، فدخلت على طول البيت. يقول امي عمية ما تقدر تشوف، فيقول دخلت على طول تغسلت وجيت عند امي وجلست وقلت يما ما فقدتونا؟ قالت لا والله اني فقدتك امس ما جيت بالعرس. قال والله يما اني طايح بالبير من امس الظهر. وهذه السالفه. يقول الحمد لله على السلامه. هذه قصتي انا بندر الجلعود. والحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. فاستفدنا من القصة هذه أول شيء الخوف، ترى ما يذبح الرجال الخوف سواء بنفود أو بسيل، إذا طاح واحد بسيل أو موقف زي كذا البير. الخوف رقم واحد، وكل الله وتوكيل الله واعتماد والإيمان بالله. يعني ما هو كل واحد يقول وكل الله موكلنا الله وهو من داخله، لا، وكل الله بس. واهم شيء الخوف لا يسيطر عليك، اعتمد الله ثم على نفسك، انك ما في شيء مستحيل، انك تحاول باي وسيله. واحداث قصته والله عجيبه، واتمنى اني سردت لكم الاحداث على اكمل وجه، او يعني لو شيء بسيط، لكن ما ادري. قصه بندر ويرويه احس انها اجمل مني. ليه؟ لان صور البير وصور بعض الاحداث مما تشوفون بالفيديوهات هنا، صور مشاهد كثيره، لكن اتمنى اني كفيت ووفيت وعرضت لكم بعض المشاهد اللي شفتوها قبل شوي. هذه احد القصص العجيبه، ترقبون ان شاء الله بالقصص الجايه راح تعجبكم. وبس هذا اللي عندي هذا اليوم. اتمنى ان القصه نالت على اعجابكم ورضاكم. اذا عجبتك القصه لا تبخل علينا باللايك، وكذلك اشترك بالقناه عشان يصلك كل جديد. واذا اشتركت اكيد انك تضغط زر التنبيهات من ينزل الفيديو يكون عندك على طول. وترقبونا بالاحداث الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكم.